السلام عليكم الشرفة. هذه واحد الرسالة للسي الرمضاني لأنه عيق بالقضية الفلسطينية، عيق ويظن أنه عنده الطرح العقلاني فيما يقع. الطرح العقلاني على ما يقول هو أن هادشي اللي كنشوفوه من موتى ديال الأطفال وديال العيالات وديال الرجال الكبار وديال الناس في السبيطار كيتحرقوا وديال هادشي كامل اللي كنشوفوه، السبب ديالو الرئيسي هو أنه في 7 أكتوبر خرجوا شي ناس وبغاو يدافعوا على راسهم بطريقه او باخرى، لانهم تقهروا سنوات سنوات سنوات. السي الرمضاني كيظن ان المشكل بدا في 7 اكتوبر. ولا مشينا بهذا الطرح هذا العقلاني، هو انه انا ملي نكون في الدار ويدخل عليا شي واحد، ونكون انا مع مرتي وولدي وبنتي، ودخلوا عليا 3 ديال الناس صحاح بالسلاح ديالهم، يعني ما ندير والو بحكم على انهم هما قويين علينا. حنا راه ما كندافعوش على راسنا. الانسان بطبيعته ما كيدافعش على راسو ملي كيكون قوي على الاخر، كيدافع على راسو حيت خصو يدافع على راسو، حيت الوجود ديالك اصلا انت كرجل هو انك تدافع على الناس اللي كتبغي. وما يقال عن المنزل يقال عن الامه من الاخر. وكنتحداك السي الرمضاني لا تعدى لك شي واحد على ولدك ولا كذا، شنو غدير له؟ سورتو نتايا اون كونيسون لو كاركتير ديالك مزيان. هذه من جهه اخرى عيب اننا في هذه الفتره هذه حاليا نقولوا هذا النوع ديال الكلام، لانه اللي عندنا الحاجه الوحيده هي النفسيه ديالنا. الا بهذا الكلام كتهدم النفسيه ديال عدد ديال الناس اللي ديجا مهدمين. ما كاينش النصر، ما كاينش كذا، كتبقى النفسيه، والنفسيه مهمه. الناس راه كتبرى بالنفسيه والناس كتمرض بالنفسيه، وانتم مسؤولين على هذا الهوان ديال الكلام وعلى هذا الجبن من الاخر. الذي لا يباع ولا يشترى. كاين شي جمل بعدا كيتكال، داكور فاهمين؟ وشويه ديال هذا سينو الا مشينا بهذا المنطق غادي نلقاو بانه الناس ملي كنا مستعمرين من عند لي فرونسي ولي زيسبان فرانسيس والصبريون والبرتقيز وكذا وكذا، ما نديروا والو حيت هما صح منا. لا، الامور ما كتتمش بهذه القضيه. الراجل كيموت على ولادو وعلى بلادو، ولا قضيه ما قدرتش تغيرها بيديك، كتغيرها بالقلب ديالك ولا كتغيرها بالفم ديالك. فاللي ما قادش يغيرها بالفم ديالو يسدو. تبارك الله عليكم وجمعه مباركه.